مساء النور والسعادة على السكر الزيادة. غبت عليكم بس قلنا بقى نرجع تاني لشغلنا الجميل الحلو دوت. النهاردة عملت معاكم بوتيفور سهل وناعم، وشايفة بقى مش متعب خالص، وبينزل ازاي من القمع بكل سهولة. حاجة كده فاخر من الآخر، بجد تحفة. والطعم طبعا يعني لا يعلى عليه. حاجة كده بإيدك يا ست الكل هتبقى أحلى وأحلى. ولو اول مره تتابعيني، انا نور عامر ودي قناتي اسرار مطبخ مامي. اول حاجه هنا عندي 200 جرام سكر، وانا جبت السكر وطحنته في المطحنه بتاعتي، ووريتك الخطوه ديت عشان تتاكدي ان انا طحنته. عندي كيلو الا ربع زبده، وهحط عليه هطريه طبعا، وبعدين هحط عليه السكر وهضرب فيه. انا ليه طحنت السكر في البيت؟ عشان السكر اللي بره بيبقى كله نشا، وانا عايزه ال 200 جرام سكر يكونوا من غير نشا خالص. هفضل كده اضرب في الزبدة والسكر، وهحط معايا 3 صفار بيض، واحط الفانيليا وهضرب. يجي بقى كده المقادير: كيلو الا ربع زبدة، 200 جرام سكر، 3 بيضات، و ذرة فانيليا. هبتدي احط بعد كده الدقيق بتاعي الدفعات. انت ممكن تعمليه بايديكي، مش محتاج مضرب، مش محتاج اي حاجة. بعد ما حطيت الدقيق بتاعي الدفعات اللي هو الكيلو دقيق، هبتدي ان انا اقسمه نصين واحط شوية كاكاو واقلب. اصبح كده عندي النص فانيليا والنص شوكولاته. هجيب الصاج بتاعي وانا مش دهناه اي حاجه. انت ممكن تحطي عليه ورقه زبده وتشتغلي، بس انا مش هشتغل غير على الصاج على طول. عندي القمع بتاعي، وعندي الكيس الحلواني. طبعا كيس الحلواني المشمع ده بيتقطع بسرعه، فانا بجيب اللي هو القماش وبحط المشمع في قلب القماش، عشان طبعا لو القماش لوحده هيعصر لي الزبده ويطلعها تماما. وهبتدي ان انا اشكل في الصاج بتاعي. بدخله على درجة 180، بياخد مني من ربع ساعة لتلت ساعة على حسب حوامين الفرن، وبتطلع النتيجة تحفة. شايفة بقى بينزل كده من القمع بكل سهولة، ما مش محتاج مني مجهود ولا محتاج اي حاجة. بجد بيتشكل حلو قوي، وبيطلع معايا 4 صاجات من صاجات الفرن، ودي النتيجة بتاعتي. ناعم وطعمه تحفة جميل جدا. وفي كمان اللي هو بالشوكولاتة. انا لما باجي اسوي بالشوكولاتة بحط في الحروف كام واحدة كده بيضة، عشان اعرف التسوية بتاعتي انها مظبوطة دوت، عشان ما فيش حاجة تتحرق مني طبعا. جربيه وقوليلي.